ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا كلنا ان شاء الله. بصوا بقى الحاجات اللي كنا مجهزينها عشان رمضان نفعتنا بقى ازاي، يعني بجد. بتنجز معانا في الوقت. ودي فرخية برضو من اللي كنت مجهزاها. وحشياها الرز برضو، يعني عامله لها خلطة الرز ديت بصل متحمر شوية مع الكبد والقوانص، وبعدين نازله عليه بنص كوباية من الرز. والرز مش مستوي قوي، يعني مقلباه شوية ومش مستوي قوي. بس مية مغلية في الحلة الحلوة دي. وهحط بقى طبعا ورق لوري وحبهان ومستكة وطماطم وبصل. وبعد كده هنزل بالفرخية الحلوة دي. بس تتسلق سلقة عادي، وبعد كده هحمرها. بصوا بقى الخلطة بتاعة المحشي. بجد عايزة اقول لكم الحاجات دي بتسهل جدا. والكرنب اللي كنا عاملينه مع بعض. ومعايا عصاج كنت عاملاه انا بس ما كنتش مصوراه. وورق عنب. ومعايا ممبار. يعني نعمل شوية محاشي حلوين كده. وسهل علينا طبعا الخلطة الحلوة دي، ولا هنقعد بقى نقطع بصل وخضرة وطماطم والحاجات دي كلها موجودة عندنا ومع يعني جاهزة. بس هفكها كده في الحلة الحلوة دي، وممكن يعني لو مش حابين نفكها هنسيبها يعني نطلعها بدري شوية وتفك كده على مهلها. وبعد كده ايه نبدأ نشتغل بيها. بس انا بحب اديها تسخينة كده عشان ما تطريش الرز معايا. يعني عشان لو نزلت على الرز وهي آه يعني مش سخنة. فلا بحس الرز كده ايه بيبقى مش حلو قوي. فكده بتبقى برضو ايه، يعني بتدي الرز يعني بتديله كده فلفلة حلوة برضو، هو ايه في المحشي. فبحب اسخنها تسخينة كده، وحطيت لها برضو شوية بهارات ومكعب زبدة. وشوية زيت برضو ايه يعني يدوها طعم احلى. بس هبدأ احط الملح بقى للفرخة، يعني احنا بعد ما تغلي كده كام غلوة نحط الملح. عشان الملح انتوا زي ما انتوا عارفين بيقلل من التسوية، يعني بيقلل من سرعة التسوية. فانا بحطه بعد ما ايه تغلي كام غلوة كده، يعني تقرب تستوي نحط لها الملح. بس يعني بكل سهولة. عايزة اقول لكم بجد التجهيزات ديت يعني بجد من الحاجات اللي بجد تحفة تحفة بجد. بتسهل علينا جدا. يعني الفطور ما خدش وقت معاه خالص. لان الحاجة كلها كانت جاهزة، يا دوب هو لف المحاشي. وخلاص على كده. ويبقى عندنا وقت بقى نقعد بقى ايه نصلي براحتنا، نقرأ في المصحف براحتنا، يعني ايه. هيبقى عندنا وقت كبير قوي، ولو بدأنا كمان بدري. يعني انا كنت اليوم ده اصلا ايه قايمة براحتي كده من النوم لان كان اجازة. ف يعني ايه بجد عايزة اقول لكم الحاجات دي بجد بجد. آه بتوفر لنا وقت كبير جدا. واحنا لسه برضو في الموضوع، يعني ممكن نجهز حاجات اللي قبلها اللي تاني يوم كده، يعني لو عندك وقت فاضي ممكن تاخدي ساعة كده ولا حاجة لتجهيز الفطور بتاع تاني يوم مثلا. يعني برضو ايه ممكن نجهز اي حاجة كده سريعة بتسهل علينا برضو. مش هيبقى كله بيتعمل في نفس الوقت. بس هبدأ بقى ايه الف الكروم بالطريقة العادية. بصوا انا كنت اصلا مقطعاه رول كده معاكم. لو فاكرين بصوا جميل ازاي بقى، مش شارب مية ولا حاجة، كأنه لسه يا دوب سلقينه دلوقتي. هلفه بقى بالطريقة العادية. بصوا بقى لما بيتقطع كده ويتجهز بسهولة جدا بنلف الكروم. انا بحب اقطعه كده رول، وابدأ ايه اقطع وانا بحشي. والورق عنب بقى عايزة اقول لكم تحفة. يعني بجد الورق عنب الايام دي، يعني انا كنت جايباه من كام يوم كده اول ما نزل. بس ده ورق عنب اللي هو البناتي. بجد طعمه حلو جدا. وفي المزازة الحلوة بقى بتاعت الورق العنب. وخفيف كده ما فيهوش عروق كتير، لا حلو قوي بجد. يعني هو غالي شوية بس لا طعمه تحفة. يعني بصوا الحاجات اللي بنجهزها بجد بتسهل علينا كتير جدا. ولو حبينا يعني الصلصة موجودة عندنا، لو حبينا نزود شوية من الصلصة هنطلعها تفك بسرعة ونزود عليها لو احنا حاسين ايه ان الخلطة يعني عايزة شوية من الصلصة وكده. والخضرة هي حلوة يعني باينة برضو. مش لونها غامق ولا حاجة. بصوا بقى الورقات بتاعة الكرنب بجد لا تحفة. خلاص خلصنا وحطيت بقى ايه. فاكرين كنت شايلة برضو شوية من الورق اللي الحلة من تحت كده. فحطيتهم اهو، وهبدأ بقى ايه ارص المحشي بتاعنا، يعني بصوا بكل سهولة. يعني برصه بالطريقة العادية.
بس والله ما خدش وقت خالص، يا دوب اللف يعني، يا دوب اللف بتاعه بس، يعني مش وقت بقى المحشي اللي لسه جايبه الكرنب وهعمله وهعمل الخلطه وكده، لا. دي الحاجات دي بتاخد وقت كبير جدا. لكن انا لما جهزت الحاجه في الاوقات اللي انا فاضيه اصلا فيها، فسهلت عليا كتير. بس هلف بقى ايه، هرص الحله كده زي ما انتم شايفين خلاص. هبدأ بقى ايه، معايا ورق كده، يعني المفروض كنت سبت لها ورقية كده كبيرة عشان الوش، بس عدينا بقى الموضوع ده. بس عندي اهو الورق اللي كنت شايلاه للحلة من تحت، هرصه بقى ايه على الوش كده، عشان اول ايه، يعني اول جزء في الحلة، اول رصة في الحلة تبقى مستوية وحلوة، وده برضو بيساعد ان هي تستوي بسرعة. بس كده هسيبها بقى، يعني مش هولع عليه دلوقتي لان لسه بدري على الفطار، يعني قبل الفطار بساعة كده ابدأ بقى ايه، يعني اشغل النار على كل الايه المحاشي يعني. هو بس الممبار هسويه على طول، يعني لان الممبار طبعا هيتحمر فعادي جدا، لان المحشي برضو ممكن عادي نسخنه، بس انا بحب بقى ايه، لان كله صايم بسويه قبل الفطار بساعة كده، فبيبقى تحفة بقى، يعني بيبقى سخن كده وحلو. بس ورق العنب بقى بجد تحفة، يعني ورق العنب اللي هو البناتي ده لا حلو جدا، خفيف كده، وورق عنب اصلي بقى. بس هشيل العنق بتاعه كده والفه بقى، الفه يعني اخلي العروق من جوه، والف بقى بالطريقه الايه العاديه اللي انتوا عارفينها كده، واقفل الجناب وبس. بس انا هحطه بقى في حله صغيره، يعني ده اصلا ورق العنب مش كتير، ف يعني حطيت برضو ايه في حله اصغر شويه. بس احط العروق بقى تحت كده وكام ورقه في الحله من تحت بس، وابدا ارصه بقى بالطريقه العاديه، ويبقى ايه المحاشي بتاعتنا خلصت بكل سهوله. يبقى فاضل لي الممبار. وفي رمضان يعني مش بعمل حاجات كتير قوي، اصلا الاكل ده يعني هيقضي لتاني يوم، يعني هياخد معانا يومين، لان في رمضان يعني مش بناكل كتير، فبتلاقوا لا يعني الاكل بيتبقى. بس في الايام بقى اللي بعد كده بعمل اكل اقل عشان يخلص يعني، واعمل حاجات جديدة تاني، يعني بعمل حاجات ايه مش كتير. بس هو ورق العنب بجد لا تحفة تحفة، يعني هو اصلا الايام دي لسه موجود اهو في السوق. يعني هو غالي ايوه شوية، بس بجد عايزة اقول لكم لا حلو جدا. غير بقى لما بيبدأ ينشف بقى وبيبقى فيه عروق كده، بتبقى لا مش حلوة قوي. يعني دوروا على اللي هو ورق العنب البناتي ده، لا تحفة. بس هرصه زي ما انتم شايفين كده، واحط شوية من العروق بتاعته دي في الحلة من تحت، زي ما قلت لكم بتدي مزازة حلوة. ولو حابين عصرة ليمون بيبقى برضه حلو قوي، بس انا ما عصرتش عليه ليمون صراحة، هو ايه مش محتاج يعني. بس بقى وباقي الخلطة ايه هعمل بيها شوية الممبار بس، ويبقى كده ايه خلصنا. فاضل لنا بس الرقاق هنعمله، والرقاق برضو بجهز الصينية وبسويها قبل الفطار بشوية، عادي جدا لو جهزناها، يعني مش هتطرى ولا حاجة، مش هتعجن ولا حاجة يعني. لو سيبناها شوية بس نبقى مجهزينها ومخلصين، ونسيبها عادي جدا مش هيحصل اي حاجة، نسويها قبل الفطار برضو. ولاني اصلا الرقاق مش بياخد وقت، فزي ما قلت لكم بقى الرقاق ما بياخدش وقت في الفرن، يعني هو بس تجهيز الصينية اللي بياخد وقت. لكن في الفرن يعني يا دوب 10 دقايق كده، لان هو اصلا الحاجات بتبقى يعني مستوية، العصاج والرقاق اصلا يعني مش بيحتاج فعلا ايه غير لون، يعني اللون من تحت ولون من فوق وش الصينية وبس. يعني انا بسيبه من تحت 10 دقايق، وبعد كده بفتح الشواية عليه عشان ما ينشفش مننا. بكمل بقى حشو الممبار الحلو ده، وما بملهوش كتير، يعني مش بملاه على الاخر عشان ما يبقاش ما يفرقعش يعني في المية. بس هدخل بقى الفرخية، مش هعمل فيها اي حاجة، انا يعني هدهنها بالزبدة كده واحطها في الاير فراير. عايزة اقول لكم تحفة بجد التحمير بتاعها، والحاجة بتبقى برضو ايه ما فيهاش دهون قوي، فتحميرها حلو يعني غير في الزيت وكده. يعني برضو بجد لا عايزة اقول لكم لا حلوة جدا، يعني دلوقتي بحمر فيها كل حاجة والله.
بس هدخلها هحطها بقى واشغل عليها التحمير العادي. بس ما بتاخدش يعني وقت كبير، وعادي بفتح ابص عليها واقلبها كده يعني. سو هي ايه 15 دقيقة ويمكن اقل كمان. لا، عملتها على 20 بس هي اخدت اقل من 20 دقيقة. دي المية بتغلي بتاعة الممبار. ورق لوري وحبهان ومستكة وبصل برضو وطماطم. فلفل اسود. وملح طبعا. بس واول ما تغلي هنزل ايه الممبار. كل ما حتة تغلي كده انزل فيها الممبار عشان يلم وما يفتحش مننا في المية. اللي في الحلة التانية دي شوربة. بجهزها ليه عشان اسقي بيها بقى المحشي. فيها برضو حطيتها فيها فلفل اسود وملح وزبدة ومرقة. برضو بتديها ايه الزبدة والحاجات دي بتديها طعم احلى، برضو بتديها دسامة اكتر شوية. لان شوربة الفراخ بتبقى خفيفة شوية. بس هبدأ بقى ايه غطيت شوية يعني كل شوية اغطي عبال ما المية تغلي عشان انزل باقي الممبار. يعني لازم ننزله ايه في اماكن بتغلي كده. يعني الممبار اول حاجة ايه بسويها. وبعد كده المحشي على مهلنا بقى يعني لسه في وقت ايه معانا. بس عايزه اقول لكم تحفه لما ما يتملاش قوي كده بيبقى حلو، يبقى صغير كده وحلو. هسقي بقى المحشي من ورق العنب. بصوا يا دوب ايه الميه الشوربه تبقى ايه يعني على الوش كده. برضو والكرنب بنفس الكلام. بس لازم الشوربه تكون بتغلي. يعني الشوربه تكون بتغلي كده بجد هتسوي بسرعه بقى مش هيطرى كده ويعجن مننا، لا هيبقى بجد حلو قوي. يعني لازم الشوربه نكون غاليينها ونسقي بيها المحشي على طول. كده بقى ايه هبدأ اعمل صينية الرقاق. هدهن زبدة كده برضو في الصينية. بس ومعايا شوربة على النار برضو. يعني الشوربة تكون بتغلي وانا ببل بيها الورق بتاع الرقاق. برضو دي بتساعد ان الرقاق بيبقى تحفة بقى بجد. مش بيبقى ناشف ولا حاجة. وانا جبت ايه يعني اللي هو الرقاق الدايرة عشان الصواني اللي عندي كلها ايه نفس الشكل ده. احنا برضو واحنا بنشتري الرقاق ناخد بالنا يعني عندنا صينية مربعة دايرة كده يعني. فانا جبت دي لاني اغلب الصواني عندي ايه من الشكل ده. بس هبدأ ابل كده الرقاق هو نص كيلو بقسمه بقى النص تحت ويعني جزء من الورق تحت. واحط اللحمة وبعد كده ايه اقفل بقى بالجزء التاني. عشان ما تبقاش ناحية تقيلة وناحية ايه يعني اللي فوق يبقى تقيل واللي تحت يبقى اخف، لا. بحاول ايه يعني اساوي الموضوع شوية. بس معايا اللحمة هي العصاج كنت برضو مجهزاها. يعني بصوا العصاج ده يعني لازم يبقى عندنا في الفريزر بجد بيدخل معانا في حاجات كتير قوي. فلازم يبقى موجود عندنا بجد يعني بينفع جدا. فاحنا ايه يعني نجهز برضو شوية كده. وهو اصلا يعني لو نص كيلو من اللحمة المفرومة بنحط عليها بصل كتير فبتعمل لنا برضو كمية يعني نص كيلو من البصل عليه نص كيلو من اللحمة المفرومة. عايزه اقول لكم برضو ما بتغيرش الطعم مع بقى البهارات وكده بتدي طعم حلو. وبس المهم تبقى موجوده عندنا بقى ايه يعني هنعمل بشاميل هنعمل اي حاجه بقى. المسقعه باللحمه المفرومه بتبقى تحفه ما بتحتاجش برضو عصاج كتير. يعني ايه اللحمه اصلا العصاج مهمه جدا بتوفر لنا. ومش يعني بتدخل في حاجات كتير وبكميات قليله. يعني زي الصواني مش بتحتاج حاجة يعني لو نص كيلو من اللحمة هيتقسم يمكن على 3 مرات ولا حاجة هنشتغل بيه. فبجد اللحمة المفرومة دي بجد مهمة جدا العصاج يعني تبقى موجودة عندنا في الفريزر. خلاص كده هنقفل الصينية ونقطعها. بس واول بقى ايه ما يقرب الفطار كده ندخلها زي ما قلت لكم 10 دقايق كده اول ما الجناب تبقى ذهبي كده وبعد كده نفتح عليها الشواية. ونطلعها نغطيها بفوطة عشان ما تنشفش مننا. بس وباقي المحاشي كده في الوقت ده كنت شغلت عليها النار يعني. اول غلوة وبعد كده هدي النار عليها. اذا كان الكرنب او ورق العنب بيستوي بنفس الطريقة يعني.
يغلي اول غلوة ونهدي النار بقى ونسيبه ايه على مهله كده ايه يستوي. بس بقطع الرقاق، بس برضو بتلاقوه عايز يتقطع تاني يعني، بس بيبقى بسهولة بقى بتفكه كده ايه، بسهولة يعني احنا قطعناه، بس لما بيستوي بتلاقوه ايه برضو لزق تاني ببعض، فبيتقطع بس بسهولة يعني. يعني الرقاق من الحاجات التحفة بجد، ومش صعبة ولا حاجة، يعني الموضوع سهل اهو زي ما شفتوا. كده ايه يعني هندخلها بقى الفرن ويبقى خلصنا. بصوا كده جهزت اهو الفطار. جربوا بقى، وكل سنة وانتم طيبين، متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. مع السلامة.